بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ينقلنا كتاب بستان الروح واحنا لسه بنتكلم على الكبرياء لعنوان تاني يقول ايه هي مظاهر الكبرياء اللي لازم الاحظها في نفسي. يقول حاجات بسيطة قوي تكشف لنا قد ايه احنا متمسكين بخطية الكبرياء. اول مظهر هو محبة المديح، ان انا احب الناس تقول عني كلام حلو، احب الناس تشكرني، احب الناس تمجد فيا، احب الناس دايما تقول عني كلام يشبع غروري. يبقى اول مظهر هو محبة المديح. طيب اللي بعديه ايه؟ تاني مظهر من مظاهر الكبرياء الغيرة، اذا حد مدح انسان غيري في وجودي او الكلام وصل لي. اول ما اسمع ان بيتكلموا على حد تاني متميز في حاجة، سواء الحاجة دي فيا او مش فيا، تبتدي مشاعر الغيرة تاكلني قوي، لان ما احبش بسبب كبريائي ان اي احد يمدح الا انا. طيب ايه مظهر ثالث من مظاهر الكبرياء؟ الافتخار. واحد دايما يقدم نفسه ويتكلم عن نفسه بصورة ان هو اللي انجز، هو اللي انقذ، هو اللي دبر، هو اللي يا خبر ابيض. طب ده اسمه كلام؟ ده الحقيقة ما اسموش كلام. يبقى الانسان اللي بيفتخر اللي احنا بنقول عليه باللغة الدارجة وباللغة العامية الانسان ده انسان مغرور. يبقى الانسان اللي بيفتخر ويتكلم عن نفسه والناس تحس انه مغرور، ده احد مظاهر الكبرياء اللي لازم اخلي بالي منها، ان طول ما هي موجودة انا بقع فيها. كان احد الاباء مرة قال فكر كده كام مرة في اليوم بتبتدي بكلمة انا وبعديها صفة حلوة، اعرف انك انت واقع في الكبرياء. اخر صورة من صور الكبرياء تكشفنا قوي في كلمة النهاردة الادانة. طول ما انت بتدين الناس ده معناها ان عندك كبرياء قلب. المتضع ما يشوفش غير خطيته، والانسان المتكبر شايف خطايا كل الناس اللي حواليه، وعادة بيغمض عينيه على خطاياه او يبسطها او يلتمس ليها الاعذار، لكن دايما شايف اخطاء اللي حواليا وبحكم عليهم، لان من جوايا حاسس ان انا افضل منهم، او لو كنت مكانهم ما كنتش عملت اللي هم عملوه، وعشان انا افضل دي معناها انا عندي كبرياء شديدة. الوقت سرقنا برضو، ودي مظاهر الكبرياء اللي لازم نخلي بالنا منها. صباح الخير.